امتى تكمل وامتى تنهي العلاقه؟ خليني كده اقول لك شويه حاجات، بس خلينا نتفق في الاول ان احنا هنميل ان احنا نصلح، مش هنميل ان احنا ننهي العلاقه. ده في الاول. قبل ما تنهي العلاقه مهم تكون اتكلمت مره واثنين وثلاثه وقلت اللي مضايقك بشكل واضح وبشكل محترم، مش بخناقه، سواء اتكلمتوا مع بعض او رحتوا انتوا الاثنين لحد متخصص يساعدكم. ولما تكون صبرت ان انت تشوف التغيير ده بعينيك، لان اي تغيير بياخد وقت. وتنهي العلاقه لما تلاقي ان انت خلاص مفيش حاجه تانية ممكن تتعمل، واستحاله العشره واستحاله محاوله الاصلاح. ولما تكون ابتديت تخسر قيم وابتديت تخسر نفسك، فابتدى يظهر عليك حاجات مش انت، فابتديت تبقى عصبي ومتنرفز وبتزعق وانت مش كده، وابتديت عينك تروح لحد تاني وانت مش كده. لما تحسب المكاسب والخسائر فتلاقي انه خسائر انت مكمل في العلاقه سواء ليك او الطرف التاني اكبر بكتير من ان انتوا تبعدوا. وخليك فاكر في النهايه انه لو في مشاكل في العلاقه فاحنا قدامنا اكتر من احتمال. الاحتمال الاول ان احنا عمالين نصلح وماشيين في سكه الاصلاح والدنيا ماشيه فيه. الاحتمال التاني ان انا خلاص الاصلاح ده مش موجود، فانا في حالتي ان انا مقتنع ان مفيش تغيير هيحصل، بس انا راضي وعارف استحمل ده. والحاجه الثالثه ان لو الاحتمالين اللي فاتوا دول مش موجودين يبقى مفيش قدامي غير الفراق. لكن فكره ان احنا نكمل في العلاقه ونفضل نأذي في بعض ده مؤذي للطرفين ومش مفيد لحد خالص. فساعتها هنروح لاحتمال الفراق، ولكن مهم يكون الفراق بشكل محترم من غير ما يأذي حد.